بس كان عم يفتح باب الشقة مثلت عليه إنها مترددة وممانعة، بس بالأخير فاتت. وبغرفة النوم فتح معتز صندوق حديدي جنب التخت، وكان مليان رزم مصاري. هي مثلت إنه ما شافت شي، وطالع 20,000 ليرة وسلمها إياها. هي قالت إنه رح تدفع له شيك بالمبلغ فورا. اتصلت بالشريكة وقالت له ينطرها بالمكتب. بعدين استسلمت لمعتز، بس تليفونه رن مرة تانية. هالمرة المتصل خبرها انه ابوها رجع فجأة من السفر وعم يسأل عليها. لبست تيابها بسرعة ووعدته لمعتز انه رح تكون له بأول فرصة قريبة، وغادرت الشقة. بعد ما راحت تذكر معتز انه ما سلمته الشيك، فقال لحاله بخلي هذا المبلغ مقابل لقاءاتنا الجاي. مر يومين ونوال ما اتصلت، وباليوم الثالث فاجأته بالزيارة للمحل وقالت له إنها مارقة بالحي وحبت إنه تسأل عليه. عزمها على الشقة، بس هي اعتذرت بلطف ووعدته بليلة ما بينساها أبدا، بس اشترطت إنه هي الليلة تعمل العشاء هي بإيدها. وكان الموعد آخر الأسبوع. يوم السبت المساء اجت وجايبة معها الأكلات اللي كانت محضرتها بالبيت. معتز سكر المحل ونطر بالشقة. ساعة ونص وصار كل شي جاهز، والمائدة مزينة بأشهى الأطباق. فتح معتز قنينة شمبانيا وطفى الأنوار وحط شموع ملونة. نوال كانت جايبة معها منوم قوي، واستغلت لحظة غفلة وحطت المنوم بكاسة الشمبانيا تبع معتز. اللي باع المنوم قال إنه مفعولة بيبدأ بعد نص ساعة. شربوا كاسات من الشمبانيا وبعدين كاسات تانية، ومر ساعتين وهن بطريقهم على غرفة النوم بلشت حركات معتز تتقل وضعفت قوته، وبعدين نام. قامت نوال طلعت المفتاح من درج الطاولة جنب التخت، فتحت الخزانة وحطت كل المصاري بكيس، ولبست تيابها وطلعت من الشقة. بس وصلت لباب العمارة